90 دقيقة بين الزمالك والإسماعيلي من العبث الكروي. ماتش أقل ما يقال عنه، أقل حاجة تتقال على الماتش ده إن ده عبث كروي. أنت اتفرجت على ماتش، يعني ده ماتش كده عبارة عن يعني يتعمل فيلم سينما ويتسمى بالمختصر كده المفيد العبث الكروي. أنت اتفرجت على ماتش كامل ما تعرفش مين اللي مسيطر أصلا. دفاع الفرقتين وحش، خط النص بتاع الفرقتين ومش عارف يحضر هجمة أو يبني أي هجمة. خط الهجوم او هنا او هنا ما تحس ان مفيش خطوره، انت بتتفرج على ولا حاجه. واحد زي زيزو ده ضغط نفسه بنفسه بحته اللي هو ايه، العقد والرقم اللي هو طالبه ومش عارف، هو ضغط نفسه بنفسه، طلع نفسه بره مجال. يعني زيزو لو تلاحظ كده، زيزو بقاله شهر ونص شهرين ناسي الكوره، ما بيلعبش كوره اصلا. عبد الله السعيد، شفت المنظر الفرقه من غير عبد الله السعيد؟ ما بنعملش هجمه واحده توحد ربنا، ما بنعملش. مفيش هجمه بنطلع بيها على الارض، واخطاء كارثيه. ماتش يعني للنسيان للاثنين والله، الزمالك والاسماعيلي الاثنين، مع ان الاسماعيلي ولا ايه كان افضل. انا من وجهة نظري ان في الماتش ككل ان الاسماعيلي كان افضل من الزمالك، دي وجهة نظري. نيجي بقى لشوية حاجات في الماتش، والواحد ليه بيتكلم عن العبث الكروي؟ لان مفيش حد النهارده قدم دوره بشكل صح في الزمالك خالص. حتى لو انت شايف حد كويس في وجهة نظرك، يعني انا شايف في وجهة نظري ان محمد شحاتة كان عامل ماتش كويس، بس كل الفرقة زفت. الفرقة كلها وحشة ومحدش عمل ادوار، محدش عمل ادواره اللي هي المتطلبة منه، اللي هي العادية. ما فيش حد عملها صح خالص النهارده. يعني انت بتيجي النهارده مثلا، اول حاجة في الماتش خالص، اول فرصة يعني مثلا ممكن تشم منها ان انت بتتفرج على ماتش اساسا، كان في الدقيقة 15. دقيقة 15 كرة في ال 18 جت لزيزو، الكرة جاية لك حتى لو صعبة شوية، اللي هو ما تتشطش من لمسة، يبقى اخرها معاك ايه؟ ان انا المسها لمسة شوية، لمسة واحدة تريحها يا عم زيزو، واقوم ناتشها على طول، ما استناش عليها. لان المدافع مش هيسيبني المس الكرة مرة واثنين وثلاثة واربعة. المدافع مش هيسيبني المس الكرة كل ده في ال 18. الكرة جايلي متعقربة ومش مش هتتشاط، وهي فعلا ما كانتش تتشاط من واحدة. من واحدة كانت مليون في المية هتطلع بره. فانت قمت عامل ايه بقى؟ قمت مستلمها وقمت مهديها على الارض وعايز تاخدها. مش عارف انا ايه فكره ان انا الكره تبقى عندي هنا، اقوم مستلمها وعايز اجري بيها على الخط عشان اعمل عرضيه، او اجري بيها عشان اعمل شوط. ما تشوط يا عم من على طول، او ارفع على طول، او خد القرار على. انت الكره بتبقى جالك ما بتبقاش واخد القرار ليه؟ الكره بتجيله، بيستلمها لمستين ولا ثلاثه وبيقوم جاري بيها وبيقوم شايطها في الاخر شوطه زفت خالص. في الدقيقه 18 مستواه مزري، في الفترة الأخيرة مستواه سيء جدا. نيجي بعدها بقى، كان في وقت كده في الدقيقة اللي هو من الدقيقة 23 للدقيقة 26 27، الوقت ده الزمالك فيه كان بص في الشوط الأول زي الطين. يعني هو طول الماتش زي الزفت، بس الكام دقيقة دول في الشوط الأول كانوا وحشين بطريقة مش طبيعية. جت الدقيقة 24، أحمد فتوح بيعمل كعب، مش عارف مين قام عامل كعب بعدها. إيه كمية الكعوب دي؟ هو أنتوا برازيل 2002 وأنا معرفش ولا إيه؟ كعب في كعب في كعب، بيغلطوا طبعا لان هما يعني الاداء الفني للزمالك مش احسن حاجه، ولا البدني كمان، الاتنين. فطبعا احمد فتوح كعب في مش عارف مين، تقريبا كان دونجا ولا مش فاكر مين. كعب في كعب، الكرة بيغلطوا فيها بالطب على ال 18. كرة خطر جدا، كرة خطر جدا وتترجم لجون، بس مش فاكر مين اللي اتصرف فيها تصرف غلط كده وقام شايطها مطلعها بره. يعني انتوا في مرحلة سيئة، وادائكم الفني مش احسن حاجه. ايه كميه الكعوب اللي كانت في الماتش عموما، بس في الكوره دي بقى كان في زياده شويه. ادائك الفني مش احسن حاجه، يبقى ركز في الكوره واعمل الاساسيات بتاعتك اللي هي بتاعت الدور بتاعك او مركزك في الملعب، بس ما تعملش حاجه تاني. انت لو عملت ده بس هنطلع نقول لك الله ونسقف لك ونبقى مرضيين. انما ايه كميه الكعوب دي؟ انا مش فاهم ايه اللي حصل في الكام دقيقه دول. يجي بعدها على طول، يعني ده كان في الدقيقه 24، جه بعدها على طول في الدقيقه 25 محمد السيد عمل تاكلينج. انا شايفه من وجهه نظري انا طرد، هو خد فيها انذار بس هي طرد.
عمل تاكلينج كده متهور شويه، طرد. بس في الحته دي بقى انا هرجع للكابتن سيف زاهر. ليه بقى؟ لان الكابتن سيف زاهر في ماتش الاهلي وبيراميدز طلع قال لك بينه الشوطين ايه؟ ساعه الطرد بتاع بيراميدز اللي هو ما كانش فيها اي حاجه نهائي دي خالص، ولا فاول اصلا كانت من وجهه نظر. طلع قال لك ايه؟ احنا الحالات التحكيميه ما نقدرش نفتي فيها او ما نقدرش نتكلم فيها، ليها خبراء تحكيم وليها خبراء مش عارف ايه. ايه رايك بقى في النهارده في الكره الطرد بتاعت محمد السيد اللي خد فيها انذار؟ ايه رايك؟ المعلق نفسه اللي هو كان مين؟ كان كابتن، مش المعلق، كان كابتن محمد الشاذلي تقريبا. ايه رايك؟ مش اتكلم فيها؟ ناس وناس، ها؟ هي ماشيه ناس وناس ولا ايه؟ مش هي بتدور ازاي عندكم؟ كابتن محمد الشاذلي، الكرة طرد. انا من وجهة نظري الكرة طرد ما فيهاش، بس انا بكلمك على رد فعلك انت. المبدأ انت بتجزأه. ساعة الاهلي وبيراميدز انت عملت ايه؟ الحالات التحكيمية احنا ما نقدرش نتكلم فيها. امال ساعة الزمالك بتتكلم فيها ليه؟ النهارده كابتن محمد الشاذلي بيقول لك انذار لحين اشعار اخر. ليه؟ ما تسيب الحكم بقى. قول يا عم زي ما انت قلت ساعة الاهلي وبيراميدز، قول دي حالة تحكيمية والحكم هو اللي ليه الاحقية واللي ليه الاولوية في اختياره. اداها له انذار، اداها له طرد، طلع بيه على اسم اول، هو حر. ما تفتيش في حالات تحكيمية. جت بعدها في الدقيقة 28 كرة للجزيري بنفس كرة زيزو بالظبط اللي هي كانت في الدقيقة 15 دي. انت كرة جايه لك في ال 18، اقصى حاجة ليك في ال 18 لمستين، مفيش اكتر من كده. كرة في ال 18 مستريحة لمسة، مش مستريحة لمستين، مفيش اكتر من كده. كرة جايه لك متعقربة كده ومش عارف تتصرف فيها، لمسة تهديها واللمسة التانية انتشها في الجون وتيجي زي ما تيجي. ليه؟ لان انت مهاجم يا عم سيف الجزيري. الشوطه دي جت اوت الجون، صدها قلشت وطلع بره خالص. جت جون خير وبركه. بس ليه يا معلم؟ ليه ال 3000 لمسه اللي في ال 18؟ نفس الكلام لزيزو. جه بعدها برضو الزمالك ليه لمحات كده، ليه اوقات معينه في الماتش وبيسرح، بيتعمل له باور، بيطفي كده، بتدوس على زرار بتطفي الزمالك. زي ما كان في الدقيقه حاجه و20 كميه غلطات ورا بعض مش طبيعيه. كعوب في كرة بتيجي على ال 18 خطر جدا. خطر جه كوره طرد، من كوره طرد على محمد السيد في الدقيقه 25. بعدها على طول نفس الكلام حصل في الدقيقه 38. الدقيقه 38 دي كوره متطرفه لمحمد يا عم طلعها اوت، طلعها محدش هيكلمك. كوره والاسماعيلي ضاغط عليا وانا اصلا متطرف، مش في المحيط بتاعي بتاع الجون الطبيعي، طلعها اوت محدش هيكلمك في حاجه. انما محمد عواد بيديها كوره خطر جدا جدا، ممكن يكون حد ما حدش خد باله منها اصلا، بس كوره خطر قوي. راحت لحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد مش عارف، قام مديها لفتوح تقريبا، قامت مقطوعه من الاسماعيلي. دي لو اللاعب بتاع الاسماعيلي لمسها لمسه واحده جون، ما الجون كان فاضي اصلا. عواد كان بره خالص، كان متطرف بعيد عن الجون خالص. وارجع شوفها. جه بعدها على طول، بعد اللعبه دي على طول جه بعدها اللعبه الوحيده للزمالك في الشوط الاول. شوط كامل يا مؤمن معرفتش تطلع فيه بالكوره. لعبه واحده بس هي اللي طلعت بيها بالكوره وجبتها جون، بس للاسف كان جون متسلل لان محمود جهاد اتاخر شويه في الباص. كرة بتطلع بيها على الارض عاديه جدا جدا. محمود جهاد اتاخر في الباص شويه لمصطفى شلبي اللي اتحرك له كويس. ومصطفى شلبي يعني كان عامل اداء كويس، بس برضه يعني عارف انت اللي هو احسن الوحشين، الكويس الوحش، يعني كله كان زي الزفت اساسا. محمود جهاد اتاخر في الباص شويه، حطها لمصطفى شلبي. مصطفى شلبي قام معرضها للجزيري، الجزيري قام حطها في الجول. لمسه طلعت بالارض، لمسه لمصطفى شلبي، مصطفى شلبي لمسه للجزيري، الجزيري لمسه في ال 18. شكرا، جون. جون اوف سايد. اللعبه الوحيده اللي الزمالك لعبها في الشوط الاول كله. وده يبين لك غياب عبد الله السعيد عامل ايه. هو مين اللي المفروض اصلا يكون معوض غياب عبد الله السعيد؟ مين اللي المفروض ينزل لتحت ويلاعب الفرقه الكلام ده؟ مين اللي المفروض يعمله؟ مش زيزو؟ مش هيعمل، مش هيعمله لانه مش مركز في الكوره. زيزو ما بقاش مركز في كوره الفتره دي خالص، وما تستناش منه ان هو يعمل حاجه. ده الاسماعيلي يعني
مع احترامي الكامل طبعا، بس الاسماعيلي الكواليتي بتاعته دلوقتي قليله. انت لو ما عملتش ماتش وبينت امكانياتك قدام الاسماعيلي وقدام فرقه بكواليتي الى حد ما انت فارق عنها شويه، لو ما بينتش الكواليتي بتاعتك وعملت اداء فردي من لو المفروض ان كل لعيب يعمل اداء فردي كويس، لو ما عملتوش قدام الاسماعيلي هتعمله قدام مين؟ ده انت هتلاعب الاهلي يوم 22 كمان اسبوعين، انت كمان اسبوعين المفروض هتلاعب الاهلي. انا بكلمك دلوقتي في حته الكواليتي، لان الاسماعيلي كنت المفروض تبين على الاقل حتى الامكانيات اللي هي موجوده ومتاحه عندك، انت ما عرفتش تعمل ده. انت كمان اسبوعين هتلاعب الاهلي حتى لو وحش الكواليتي بتاعته كفيله ان هي تدمرك. يعني الاهلي هيلعب ماتش سيء يعني، وانت هتقدم ماتش فني احسن منه. مين اللي اقرب للمكسب؟ هو ليه؟ عشان عنده الجوده اعلى. ده اللي احنا بنتكلم فيه. انت بقى النهارده ما عرفتش تبين اي حاجه فني قدام الاسماعيلي، فربنا يسترها قدام الاهلي. مختصر الشوط الاول بقى بتاع الزمالك والاسماعيلي كده سريعا. الزمالك مرعب والكره في رجلي، مرعب. كميه الغلطات الدفاعيه تودي في 60 داهيه. ما فيش حد النهارده ملوش اخطاء دفاعيه، واخطاء كارثيه، مش اخطاء اللي هو عاديه طلع باص غلط في نص الملعب او عرض كره عرضيه طويله او كده، لا خالص. ده دفاعيا في اخطاء كارثيه من كله. وعبد الله السعيد غيابك يا ابني، ما انت اللي المفروض تطلب ال 100 مليون مش زيزو نهائي. الشوط الاول انتهى اللي الزمالك كان فيه من وجهة نظري احسن نسبيا من الاسماعيلي. الشوط الثاني بقى، الشوط الثاني الاسماعيلي نزل باداء مغير تماما. الاسماعيلي نزل هو اللي ماسك كوره، هو اللي عمال بيخلق فرص، هو اللي ضاغط الزمالك. والزمالك فرقه، عارف انت لما تيجي تهش حد بطوبه كده، الزمالك لو اتضغط دفاعيا بتشوف فضايح، بتشوف اخطاء، فضايح. والكور يعني الاسماعيلي بدأ الشوط الثاني ضغطك جامد وانت متراجع. انت بقى يا عواد في المواقف اللي زي دي كل الكرات العرضيه انت فيها تمركزاتك زي الزفت. الكور الثابته، الكورنرات بتبقى في الست ياردة. انا في الست ياردة خلاص، الست ياردة دي منطقه محظوره. الكره في الست ياردة انت معاك الاحقيه والاولويه لكل حاجه. يعني انا لو طلعت بقى في الست ياردة منطقتي انا كحارس، دي منطقتي. كرة في الست ياردة انا بطلع باخد الكرة بالمدافع بتاعي بالمهاجم بتاعهم، ببص بطلع بقطع الكرة وهضرب الحكم لو واقف في المنطقة دي. تتحسب ضربة جزاء؟ لا ما تحسبش. ايه اللي كان بيتم بقى في الكورنرات وفي الكور الثابتة عموما؟ ان انا واقف في منطقة، بدل ما بقدم الخطوتين واطلع اضرب الكرة بوكس او اطلع اشيل الناس اللي واقفة دي كلها، انا كنت برجع الخطوتين. طب انت لما ترجع الخطوتين الجون 7 متر هتغطي فيه ايه؟ ضيقة ولا بعيدة؟ مش هتعرف تغطي فيه حاجة. ايه الخطوتين اللي انت بترجعهم دول؟ انت خليت الكور الثابته النهارده كانها ضربات جزاء. نيجي بعد كده كوره قررت هي بالظبط بتاعه الجون الاوفسايد اللي كان في الشوط الاول، اللي هو الجون بتاع الجزيري اللي اتلغى الاوفسايد ده. كوره هي بالظبط بالملي. كوره في رجل مصطفى شلبي من على نفس الناحيه كمان اللي هي الناحيه الشمال. فتوح بيفتح له، مصطفى شلبي برضه اداها له متاخر لاجزاء من الثانيه كده، اداها له متاخر. مصطفى شلبي حطها له، احمد فتوح قام ساندها لورا لحسام اشرف، حسام اشرف بيحطها في الجون. مين بقى اللي بيشيل الكره دي من الجون؟ بالظبط احمد السيد زيزو. مش داري بالدنيا، مش حاسس بمكانه في الملعب وما عندوش الحساسيه اللي هو بتاعت انا فين في يعني زيزو هو اللي بيشيل الكوره من قبل الجون، هو اللي واقف للكوره. بدل ما مثلا فتوح بيلعب الكرة بالعرض فيبقى في واحد على البعيدة اللي هو كان المفروض يبقى زيزو، وفي واحد على القريبة او تحت اللعبة اللي هو حسام اشرف، لا هو اللي بيشيل الكرة من الجون. حاجة غريبة جدا صراحة. زي ما قلت لك ان الشوط التاني او طول الماتش كله الزمالك كان فاقد نص الملعب خالص، والكرة معاه والكرة مش معاه. كان فاقده، مش عارف يحضر هجمة. وحتى والكرة مع الاسماعيلي التغطيات كانت سيئة جدا. اي باك كان دايما بيلعب على اتنين. يعني في الشوط التاني مروان حمدي وتراوري الاتنين انتهكوا عرض الناحية اللي على اليمين دي. محمد شحاتة عانى معاهم بطريقة مش طبيعية، ودونجا مش موجود في الماتش. ما يغركش النتيجة،
الزمالك كان وحش جدا والكرة معاه والكرة مش معاه كمان. جت كرة عرضية في الدقيقة 87، ضربات جزاء. كور الثابتة على الزمالك او العرضيات، اي كرة جاية كده متعرضة من لعب بقى، من كرة ثابتة، من كرة ضربات جزاء. كرة عرضية في الدقيقة 87 والزمالك بثلاث مدافعين بيلعبوا على اتنين مهاجمين من الاسماعيلي. يعني الاسماعيلي مش عامل عليك زيادة عددية خالص. كورة لاعب الاسماعيلي هو اللي بيطلع وبياخدها من قدام المدافع، وكورة بتيجي في حسام عبد المجيد وبتخبط في العرض. كورة كانت ممكن خالص تبقى 1-1 والنتيجة تبقى تعادل، والاسماعيلي كان ممكن يخطف الماتش كمان في الاخر عادي خالص، لانه افضل منك طول الشوط التاني وكان ليه احقية في التعادل. اللي انا بشوف ان هو كان ليه احقية في التعادل بصراحة. انا مش فاهم انا ايه سوء الاداء الدفاعي اللي مرة واحدة طلع لنا ده زي الكارلو كده، مش فاهم. الكور العرضية غريبة جدا، غريبة جدا. تمركزات المدافعين اللي ما فيش حد عارف يقف ولا حد، ما حسام عبد المجيد مثلا ما بيكلمش اللي جنبه او المدافع التاني اللي معاه، ما فيش خالص. 2-3، الطبيعي ان التلاتة ياخدوا الكورة. ازاي واحد يسرق 2 لعيبة يطلع ويحطها لا وتيجي فيك وتيجي في العارضة؟ يعني لو ما جاتش فيك كانت ممكن تتحط جون ويبقى 1-1. هو اللي كان ليه الأفضلية كمان. نيجي بقى للدقيقة الأخيرة في الماتش، والدقيقة دي تبين لك الماتش. يعني انت ممكن تتفرج على الدقيقة الأخيرة دي وهي تبين لك الماتش ده كله كان ماشي ازاي. الدقيقة دي تكفيك عن الماتش كله. الدقيقة دي اللي حصل فيها ايه؟ كورة دونجا بيشتتها، قام واقع وهو بيقع قام لامس الكرة بإيده في منطقة الجزاء. أنا مش شايفها ضربة جزاء بالمناسبة، ممكن تختلف معايا عادي. مش شايفها ضربة جزاء، بيشتت الكرة بتيجي في إيده عادي. الحكم بيرجع، لعيبة الإسماعيلي بتتلم حواليه. شوف الفار يا كابتن، ضربة جزاء، بيطالبوا بضربة جزاء. الحكم بيشوف الفار، كل ده في بص في ثواني. كل الأحداث اللي هتحكي دي في ثواني. شوف الفار يا كابتن، شاف الفار، الكرة مش ضربة جزاء. الأول بيتلعب للزمالك، فجأة هوب كده المخرج بيخطفك. المخرج ما كانش جايب اللقطة من الأول، من الأول. المخرج بيخطفك كده هوب، بتلاقي 5 لعيبة على 3 لعيبة من الإسماعيلي في منطقة الإسماعيلي. يا عم ده الكرة كانت تحسب ضربة جزاء. أنت فين يا عم المخرج من الكلام ده؟ بتلاقي كرة خطر جدا، لعيب الإسماعيلي بيشتتها غلط، بتنزل قبل ال 18 كده بالطب، دونجا بيقوم واخدها بوش رجله جول. سبحان الله. من كرة هتتحسب عليك ضربة جزاء لكرة ما الفار شافها لا مش ضربة جزاء، العب الاول دب 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 قدام ال 18 بتاع الاسماعيلي، دب شاطها جول. ماتش عبثي، ماتش عبثي للتاريخ. انت وانت قاعد بتتفرج كده تحس انك زهقان، في حاجة غلط بتتم. مش دي الكرة اللي المفروض الواحد يتفرج عليها اصلا خالص. دونج عامل ماتش سيء، بس الكرة بتخدم. الكرة بتخدم، والصراحة حتى الكرة حلوة قوي، شاطها بوش رجله، حطها حلوة جدا بصراحة. بس اللعيبة لازم تراجع نفسها، الأداء سيء جدا. اللعيبة لو ما فوقتش، انت الإسماعيلي النهاردة كواليتي اللعيبة أو كواليتي السكواد اللي قدامك مش تقيل. فرقة الإسماعيلي دلوقتي مش فريق تقيل وعمل عليك ماتش. امال لما تلعب فرق تقيلة، الأهلي اللي عندك كمان أسبوعين ده هتعمل قدامه إيه؟ انت المستوى بتاع النهاردة ده لو عملت قدام الأهلي أقل حاجة تبلع 4-5، أقل حاجة. يعني في شوية نقط كده الواحد عايز يتكلم فيها. هو كده كده الماتش كان سيء جدا، بس في كام حاجة الواحد عايز يتكلم فيها. حسام عبد المجيد فوق شوية، انت الفردة الوحيدة اللي حيلتنا، انت الحتة الوحيدة كده اللي ايه اللي الواحد ساعات بيعتمد عليها في ماتشات تقيلة. ففوق شوية كده معانا. محمد شحاتة لعيب كويس وكل حاجة، بس محتاج يهدى شوية كده ويعقل ويهدى على الكورة ويطلع بالكورة كويس. يعني بلاش الاندفاعات والحماسة اللي هي بتبقى شديدة شوية، دي الحماسة الشديدة دي بتخليك تفقد من كورتك شوية. فاهدى وطلع كورة كويسة، انت لعيب كويس ولما تهدى هتطلع كورة افضل من كده بكتير من اللي الواحد شافها النهاردة. عبد الله السعيد، عبد الله احنا اتيتمنا من بعدك، نص الملعب من بعدك فضي فضي. مفيش حد قادر يعوض غيابك. الزمالك النهارده مش قادر يطلع بهجمه توحد ربنا.
مش قادرين، فاضيين كوره. احنا الناس اللي عندنا والله العظيم فاضيين كوره. عبد الله السعيد كان بينزل يطلع الزمالك بالكوره، النهارده مفيش حد قادر يعملها، ولا حتى زيزو قادر يعملها. اخر حاجه هتكلم عليها زيزو، راجع نفسك شويه. انت حطيت نفسك في حته خليت الجمهور يزوم عليك، خرجت بره الكوره. باختصار شديد انت مش مركز في كوره خالص. هل ادائك ده يستاهل عليه الحاجات اللي انت طالبها؟ اديني اداء طيب علشان لما تيجي تجدد ب 100 ب 200 اجي اقول ماشي ده هو اللي شايل الفريق. انما النهارده ايه رايك في مستواك؟ مفيش. راجع نفسك وفوق نفسك شويه. وزيزو بالمناسبه لعيب كويس جدا، بس هو حط نفسه في حته مع الجمهور، خلى الجمهور خرجه بره الكوره خالص. مش مركز في كوره دلوقتي زيزو نهائي. انما هو لو عليه هو لعيب كويس طبعا طبعا، بس راجع نفسك وفوق شويه علشان الزمالك داخل في دعك ماتشات كده، ربنا يسترها.